استنونا بقى فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. عايزاكم يا جماعه اي حد يشوف الفيديو ده لايك للفيديو، اشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها عشان تشجعوني اصور. بقالي 6 شهور ما صورتش يا جماعه، بقالي 6 شهور ما صورتش، عندي احباط رهيب، عليا النعمه احباط رهيب. فلايكات للفيديو واشتراك للقناه وكومنتات بقى الحاجات اللي ناقصه قولوا لي عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده فيديو جديد وبعد غيبه بس من هنا ورايح الفيديوهات بقى هتبقى كتير لان عندي الراجل الكبير بتاعي اول واحد في ولادي داخل المدرسه السنه دي، اول سنه ليه مدرسه، فان شاء الله هنبقى مع بعض على طول بقى روتينات وبتاع، صحيان بدري ومرمطه ونروح مدرسه ونجيب من المدرسه وبتاع، لان هو داخل مدرسه حكومي فانا اللي هوديه واجيبه. فايه من هنا ورايح بقى فيديوهات كتير. النهارده هوريكم مشتريات المدرسه بتاعته. احنا دخلناه المدرسه ببلاش مصطفى دخل المدرسه ببلاش. ليه؟ عشان احنا ما كلفناش اي حاجه، كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها النهارده دي احنا ما جبناش فيها حاجه. ماما فايه بقى عايزين نكمل الفيديو عشان عمالين نتكلم على الحاجه. ماما توأم المرح بتخانقوا على حاجه مصطفى. نعم سيبي الشنطة. حاضر حاضر. طب اكمل الفيديو. بص يا ملك. ايه ده؟ قول باي قول باي. قول التليفون باي. طب قول باي، قول لهم باي. ماشي حاضر. اول حاجه هنوريها لكم الشنطه عشان يرجعوا يحلوا عنها. استنى طيب استنى. اول حاجه الشنطه مين اللي جايبها له؟ مين اللي جايبها لك؟ تيتا وجده. يعني هو بابا كان ليه راي ان احنا نجيب شنطه صغيره شويه، هي فعلا كبيره قوي عليه. لا استنى هو كان عايز شنطه بعجل. هنعيد من تاني بعد ما اتخانقت خناقه كده مع الصغيرين عشان اكمل الفيديو، ما انا مش عارفه اقول حاجه ولا عارفه اعمل حاجه. فايه هو كان مصطفى عايز شنطه بعجل، ماشي. فايه راحت هي ماما يعني ناويه كده ان هي اول سنه لكل العيال، عيالنا عيالي وعيال اخواتي يعني وكده، هي اللي هتجيب لهم حاجه المدرسه. تمام. طب تعمل ايه؟ فرحانه قوي بحاجه المدرسه. المهم ايه ماما قالت انا هجيب لهم شنط ايه بعجل. هو فرح قوي عشان هو كان نفسه فيها. هو كان عايز يعني شنطه بعجل. المهم ايه هما ادونا المصاريف بتاعت الحاجات بتاعت المدرسه اللي احنا هنجيبها، وبعد كده رجعوا هما اللي راحوا جابوها. احنا جبنا الحاجه مرتين، خدنا ثمن الحاجه مرتين. بس يا مالك استنى. طب استنى. فنزلوا هما لقيوا الشنط قدامهم عجبتهم، فجابوا الشنطه لمصطفى وجابوا شنطه للوجي بنت اخويا يعني. المهم ايه راحوا جابوا له الشنطه دي، كان في قدامهم دي وكبيره، يعني هي كبيره قد هو اصلا، هي كبيره. فدي عايزه 4 ابتدائي 5 ابتدائي كده، مش اولى خالص. فكان في واحده اصغر بابا اللي كان عاوز يجيبها يعني، بس ما شكلها دي كان شكلها احلى. بص ده كده بارز سبايدر مان، ومصطفى عنده سبايدر مان ده كل حاجه عايزها سبايدر مان. فشنطه الحضانه كانت سبايدر مان وشنطه المدرسه كمان سبايدر مان. المهم ايه جابوا له الشنطه دي كده اهي. كبيره يعني. هو بيقول له لو مثلا في الشتاء طبعا المطره هتبقى مطره وبتاع والارض متبهدله، فبيقول لي هلبسها يا ماما مش هوسخها في الارض. تعالى كده اهي. بصوا قد ايه ونازله لحد تحت. عايزه رباط فين؟
مصمم ان دي بتتربط هنا، مصمم. دول بتوع الايدين، بتوع الايد بتاعت الشنطه، مصمم ان هما بيتربطوا يا ابني ما بتربطوش يا ماما جايبين عليه دي. هي دي بتربط الايد في الشنطه من هنا بس، هي بتربط الايد في الشنطه بس اهي. بس انا عشان هي اصلا هضايقها لك كمان اكتر من كده. ماما هي عايزه يا حبيبي ما بتتربطش. هي عايزه تبقى واحد سنه 7. واحد في سنه 7 انت هتعمل لنا سنه جديده. المهم ادي الشنطه، هي جميله جدا، تحفه تحفه تحفه، وخامتها حلوه وتقيله وممكن تقعد معانا 3 4 سنين، ده لو يعني احنا ما جبنالهوش حاجه يعني بعد كده يعني. خلصنا من موضوع الشنطه ده مبدئيا. تاني حاجه المدرسه، حكومه يا جماعه، حكومه يا جماعه، حكومه. انا ما كنتش ناويه على ان انا اوديه يعني حكومه، انا كنت عايزه يا اما ادخله خاص يا اما ادخله تجريبي. فحوار الخاص مع القرف اللي احنا فيه والغلا اللي احنا فيه، اللي احنا اصلا مش عارفين نجيب قوطه وبطاطس وبصل، قوطه وبطاطس وبصل، فانا مش هينفع ان انا ادخله خاص. تمام، فدي شلتها من بالي خالص. فكنت هدخله تجريبي، بس اراء المدرسين كانت ان التجريبي هيبقى كله انجليزي، يعني كل المواد طبعا انجليزي، وهيبقى تقيل على العيال. دي حاجه، وانا عندي مصطفى بسم الله ما شاء الله عليه يعني مفيش منه امل. فاتكلنا على الله ودخلناه حكومه، قلنا ايه هو ونصيبه بقى. تمام، فراحت ماما جابت له بقى ايه؟ هدوم المدرسه. هدوم المدرسه. بصوا يا جماعه، هدوم المدرسه هي خامات. انا شفت حاجات. انا كنت طبعا انا قايله لكم هم ماما وبابا كانوا مديني الفلوس عشان اجيب له، فانا نزلت عشان اجيب له، لقيت الحاجه كلها خفيفه. يعني انا مش عارفه انتوا عاملينها ايه، شاش؟ القماش ده عاملينه شاش مش قماش. فماما بقى جابت له هدوم المدرسه، خامتها حلوه وجميله. يعني اللي انا شفته كانت الياقه بتاعته ما فيهاش الخطوط الصفرا دي، كانت كلها ساده ومبرومه كده ووحشه وخامتها وحشه قوي. فبصوا بقى اللي ماما جابته له. ده على مقاسي، على قدي. لا على قد على قدي. على قد لا، على قد عم كمان. والشروال طبعا انا ما جبتلوش جينز عشان مصطفى صعب بالنسبه له ان هو يتعامل بالبنطلون الجينز، يعني بعيد عني عشان الحمام يعني وكده، فمش هيعرف يفتح لنفسه ويقفل وكده. فالشروال بالنسبه له مناسب اكتر. فماما جابت له الشروال ده باستك كده من تحت، والتيشيرت ده كده طقم. تمام، انا لو كنت انا اللي هجيب انا كنت هجيب كده، بس يعني هو طقم كده خلاص. نعم، اوريلكم السوسته. اهم حاجه عند مصطفى ان الجيب فيه سوسته. الجيب يا جماعه فيه سوسته اهو، عشان لما يحط فيه المصروف بتاعه الحاجات بتاعته ما تقعش. ايه رايك؟ مبسوط اهو ماما جيب فيه سوسته عشان الفلوس ما تقعش منه. ماما اهو ده كده طقم. نعم، عايز البسهم عشان ساعات هما بيدفوني. عايز يلبسهم عشان سقعانه بيدفوه. حاضر. وايه، وده الطقم التاني اهو نفس الموضوع برضو، نفس التيشيرت. الشروال بقى مختلف شويه. بس يا مصطفى التليفون هيقع. ماشي. الشروال اهو التاني كان فيه بادج كده او حاجه متركبه هنا، انما ده طباعه. مش طباعه، اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ تطريز. تمام، والرباط بتاعه من جوه. وكمان في جيب من هنا. الرباط بتاعه من جوه. في جيب من هنا كمان. تمام، وفي جيب من ورا كمان اهو، جيب من ورا. وبرده الجيب بسوسته اللي قدام، الجيبين اللي قدام فيهم سوسته. ايوه تمام، ده كده ايه الطقم التاني. فيا ماما انا حابه من موقعي هذا اشكرك جدا 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 جدا، لان انت هنيتيه ومننتيه وانا ما كنتش هعمل كده خالص. تمام، فماما جابت له طقمين للمدرسه علشان قالت لي ايه مع العيال، يعني ان انا معايا توأم.
مش هتقدري ان انت كل شويه تغسلي هدوم يعني كل يوم كده. بصوا اللي قاعد ورا بيخرب في الحاجه ده، انت بتعمل ايه؟ قطع علبه الالوان، قطع علبه الالوان. الوان قطعها الوضع تمام، قطعها كالعاده. كل حاجه مصطفى حتى حاجه الدرس يمسكوا الكراسات يفرتكوها في ثواني. فقطع له علبه الالوان تمام. دي علبه الالوان دي احنا اللي جايبينها، انا ومحمود اللي جايبينها مننا عليه يعني وجبناه. والبرية والبريه دي احنا اللي جايبينها. استنى يا مصطفى، مش عارفه باينه ولا لا. هي شكل دبدوب، شكل دبدوب، ومن ورا بريه على ظهره كده كانه شايل شنطه يعني، وايه فيها بريه. انت شلت الغطا بتاعها وركبته تاني. ايوه. لا ده اخويا اللي دي شايل. البريه اهي، وده الغطا ده اللي بيتحط فيه البري بتاع القلم، ودي الدبدوب نفسه استيكه. احنا اللي جايبينها ودي احنا اللي جايبينها. فهي استيكه وبرايه مع بعض يعني تمام. وجبنا له كمان فين الاستيكه الثانيه المقلم. انا بقى بحب الحاجات دي قوي، بحب الحاجات اللي هي اشكال ايوه والعاب وكده يعني. وجبنا له الاستيكه دي، على شكل قلم. استيكة على شكل قلم. استيكه على شكل قلم، واخده التضليعه بتاعت القلم وكل حاجه كده. بصي يا ماما خليها كده. اهي شلناها من الكيس خلاص. تمام. واخد قلمين رصاص عشان طبعا هيضيعهم. احنا عاملين حسابنا ان كل الحاجات دي هتضيع، لان انا ابني مش ناصح يعني، ابني مش ناصح وبيحافظ على حاجته وكده، فاحنا عارفين ان كل الحاجات دي هتضيع يعني، وسيبناه مش لا هتضيع. مش هتضيع. اما نشوف. انا وديته حضانه السنه اللي فاتت شهر واحد بس، شهر بس، ما تقعدش تسقط، شهر واحد بس. وقعدته كل يوم يجي لي كراسه ضايعه، القلم ضايع، ماما ده الابله اللي خدته، لا مش عارف مين اللي خد الاستيكه، ده البريه اللي راحت فين، انا مش عارف. كل حاجه ياخدها يجي من غيرها. فهي شهر واحد بس اللي راح في المدرسه وقعد الحضانه، وقعد ما وديتوش تاني. ودي كانت المقلمه بتاعت الحضانه تمام. فهو اول يوم راحوا، رحت لقيت بقى الدنيا كده، رحت شايلاها، قلت له لا دي كده خلاص ما تروحش بيها بقى، لان احنا مش جايبين له مقلمه ورقه ولا كيس ولا ايه، كنا جايبين له حاجات كويسه يعني. هات الشنطه كده بتاعت الحضانه يا مصطفى وريها لي. ماشي. دي كده مغناطيس اهي، فتح كده في اماكن للقلم للاقلام. بس يا مالك، بس يا مالك، في مكان للاقلام هنا اهو، يتحط فيه القلم كده فيتمسك. لا سحر ولا شعر تمام. وايه، والاستيكه والبريه كده حطيناهم معاه. وهنا في غطا هو للبري بتاع القلم بيقولوا كده اهو. عشان هنا في بريه اهي. ايوه عشان لما نبرد نفتح الغطا ونطلق اللي احنا بريناه ده كده مكان اهو للاقلام بالمغناطيس، المغناطيس هنا وهنا اهو. وفي الناحيه الثانيه برضو نفس الموضوع اهي. لو هيحط بقى المصروف بتاعه هنا، ورق جدول اي حاجه حط هنا تمام. والناحيه دي ايه الاقلام خلاص. فانا نضفتها له وهي جديده، انا اصلا شايلها من ساعتها. دي كانت شنطه الحضانه. بصوا سبايدر مان برضو. وعلى فكره برضو مش جايبين حاجات من الرخيصه يعني، ده دي يعتبر كانت لسه نازله عندنا وكانت حلوه وسوستتين. طبعا الحضانه ما بيجيش الحجم ده للحضانه اصلا ولا الحاجات دي. فراح بيها شهر واحد وبعد كده بقى بيروح بيها الدرس. يعني بوديه بيها الدرس، مش ولا اترمت ولا حاجه يعني، بستخدمها برضه سبايدر مان، كل حاجه سبايدر مان. والمقلمه سبايدر مان. يا جماعه احنا حياتنا كلها بقت سبايدر مان، هيفتح علينا في الشقه. تمام كده خلصنا من المقلمه ومن الشنطه والالوان. بس كده بقى ايه، بريتين واستيكتين وقلمين
كفايه عليه قوي. ماما عشان ايه لو حاجه ضاعت نقدر ان احنا نجيب غيرها، مش هنديله ديسك يعني من ورايا. طلعت نعم أستيكة. ماما ماشي، سيب الاساتيك التانية دي للدرس، دول للمدرسه. ماما أنا فكرة الأستيكة عليها قطة ولا كلب. طب ماشي سيبها دي للدرس، خليها دي عشان لو ضيعت دول تبقى تاخدها للمدرسه. عنده حاجات تانية يعني، عنده استيكه تانية متشاله فايه احتياطي، وعنده اقلام كتير على فكره، مش دول بس، عنده اقلام كتير كان بيروح بقى الدرس وكده، فبرضه خليناهم. هو واخد بس ايه الاثنين دول بس يجيبهم له كده جداد للمدرسه يفرح بيهم يعني. فاللي يضيع في غيره. اللانش بوكس اختي بقى اللي جابته لي، اللانش بوكس والازازه. هات الازازه كده. البوتل يا جماعه. اللانش بوكس كمان سبايدر مان. تمام سبايدر مان. هو لونهم اورنج، مش عارفه هي ليه جابتهم اورنج، مش عارفه. فهي مطقماهم مع بعض يعني، الازازه ورينا الغطا بيتعمل ازاي. حاضر. اورنج في لبني. تمام. الغطا بيتفتح كده عشان ايه مصطفى عايز يوريكم بيتفتح ازاي كده. ايوه ايوه. هو ماليها ومش عارفه ماليها ليه من دلوقتي، فاحنا هنغسلها ونحطها تاني في الثلاجه. وعنده زمزميه يعني، في زمزميه بقى اللي هي اللي بتحتفظ بالميه الساقعه دي، مش عارفه اصلا هديها له ولا لا، لان هي كبيره وتقيله، فمش عارفه هيعرف ياخدها اصلا ولا لا. ان هي بتتعلق في رقبته، هيعلق بقى في رقبته ويلبس على كتفه ويجر في رجليه، مش عارفه ياخدها ولا لا. فالمهم ايه، ادي اللانش بوكس اهو، ومعاه ايه بقى، سكينه على اساس ان هو هيعمل بيها ايه السكينه مش عارفه. ودي من هنا شوكه ومن هنا معلقه. تمام. فاختي عقبال يا رب ما نجيب لك في بيتك كده يا رب لما نفرح بيكي. فين المسطره؟ المسطرة؟ صحيح. في الشنطه؟ ايوه في الشنطه بتاعت الحضانه، عشان بياخدها معاه الحضانه، ما صبرش لما المدرسه تيجي فيوديها معاه المدرسه تبقى جديده. يعني انا ازاي؟ مسطرة خشب. اه. وجابت له برده دي اختي، جابت له المسطره. انا مصطفى بالانجليزي ومصطفى بالعربي. مكتوب عليها مصطفى بالعربي ومصطفى بالانجليزي، وخشب يعني ايه عشان يقدر ان هو يتحكم فيها ويسطر بيها وكده. كان أيوة. بابا جايب له السنه اللي فاتت للحضانه مسطره طريه كده. ايوه بس هي بتتعمل كده وانا بعمل بالقلم. ما بيعرفش يسطر بيها، يجي يسطر فالقلم بيدخل جواها هي طريه خالص. هاتها لهم من الدولاب يا مصطفى. سكة الدرس جديدة برضو، وكل حاجته مصطفى يعني ايه بيجيب جديد على طول، لانه بيضيع على طول. بس هنشيل بقى المسطرة دي يا مصطفى، حطها في حاجة المدرسة، متحطهاش بقى في حاجة الدرس. يا ترى بقى هتيجي في المعلومة ولا لا؟ مش هتيجي شكلها كده. لا والله جايه. نجيب الاستيكه دي هنا. دي المسطره هي اللي كان بابا جايبها له، مش عارفه كان جايبها له ازاي دي. هي جيلاتينيه كده مش عارفه، زي الجيلي يعني انا نفسي ما اعرفش اتحكم فيها ولا اعرف اسطر بيها، فخليناها لهم يلعبوا بيها يضربوا بعض بيها. هتنفع لا بتلسع. هتنفع اضربك بيها وانا بذاكر لك برضه. لا بتلسع يعني هنستخدمها برضه. ما انا عارفه ان هي بتلسع عشان كده هنستخدمها. هتستخدم جنب الشبشب. انا عايزه اقول لكم عشان اصور الفيديو بصوا حاطه جنب ايه؟ وربنا عشان العيال تسكت، مش راضيين يسكتوا، مش عارفه اصور يا عيال. اعمل ايه؟ خد اهو روح اضرب بيها اي حد من اخواتي. لا والكراسات بقى، هات الكراسات. ماشي. بصوا شويه كراسات، خلاص سيبهم هم محطوطين زي ما هم كده عشان هقوم المهم. على ما قلت الكلمتين بصوا عملوا الكراسات قبل ما اقول اصلا، قبل ما اشغل التليفون. انا جهزت الحاجه وعلى ما جهزت التليفون كانوا بينزلوهم كده. بس يا ميس شغلت لكم بيضربوا بعض بيها.
الكراسات دي بقى عمته اللي مديهم، يعني عمته اللي جايباهم له، فايه شكرا يا عمي. هنلم بقى الكراسات دي كلها والحاجات دي ونشيلها. انا مش عارفه اصلا هو هيستخدم كل ده ولا لا، بس استنونا بقى في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله. عايزاكم يا جماعه اي حد يشوف الفيديو ده لايك للفيديو، اشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها عشان تشجعوني اصور. بقالي 6 شهور ما صورتش يا جماعه، بقالي 6 شهور ما صورتش، عندي احباط رهيب، عليا النعمه احباط رهيب. فلايكات للفيديو واشتراك للقناه وكومنتات بقى الحاجات اللي ناقصه قولوا لي عليها. في عنده كوتشي جبناه بس عاوز لسه هغسله عشان مطرب يعني، فهغسله ويركب له بقى الرباط ويبقى ايه كده 100 100. هو عنده 3 تاني، فهيلبس الجديد في الاول وبعد كده ال3 التانيين ايه يغير فيهم كلهم مقاس. عنده 6 سنين. عنده 6 سنين، فهم مش شايفينك اصلا، انت قاعد هنا كده. فكده الكوتشي خلاص. مفيش طبعا توك، مفيش توك. كانت امنيه حياتي اجيب بنت عشان احط لها توك واعمل لها حاجات حلوه كده وهي رايحه المدرسه. فرحانه قوي ان هو رايح المدرسه. المهم ايه، النهارده ان شاء الله هناخدهم هو واخواته طبعا كده، هو واخواته، وهنروح بقى نحلق لهم النهارده. وده يبقى فيديو جديد تحضيرات للمدرسه بقى. تمام، دي كده ايه مشتريات المدرسه، تحضيرات المدرسه بقى. يلا انزل بقى، انت مستصغر نفسك، انزل. بطل برود. فهنعمل بقى ايه تحضيرات المدرسه. قولوا لي بقى الحاجات اللي ناقصه، لو في حاجه ناقصه اجيب ايه تاني ولا اعمل ايه تاني مش عارفه. ما كنتش انا قلت بقى هنغسله من التراب هيشوفوه. هاتوا وريهولنا. هات، هو لا منه ايه شراب ولا منه كوتش عادي. يلا قوم. هاي حلو اهو. ده الجديد، بس حاسه ان هو مصفر شويه كده مطرب، فهغسله له برده واركب له الرباط هنا. هو جاي من غير رباط، مش عارفه ازاي هم عاملين له مكان للرباط بس هو جاي من غير رباط. فانا هجيب له رباط كحلي او اصفر. اصفر زي الهدوم بتاع على حسب ما بابا يلاقي بقى. انا مش هجيب الرباط ابيض عشان ايه يبقى شكله احلى يعني. رباط يا اما كحلي يا اما اصفر. ايه رايكم؟ قولوا لي اجيبه ابيض ولا اجيبه اصفر او كحلي. المهم انا قلت لمحمود من امبارح يعني يجيب له رباط للكوتشي ده، يا اما اصفر يا اما كحلي. تمام، ده الكوتشي الجديد. هو عنده بقى كوتشيات تانية، واحد ابيض واحد اسود وواحد اسود تاني شراب، اللي هو الكوتشي شراب. كده انا مرجعه ورا خالص. ماشي كده خلصنا. لو في حاجه ناقصه يا جماعه بس اديله واحده، اديله واحده، اديله واحده. استغفر الله العظيم يا رب. روح هات واحد من هناك، روح هات واحد من هناك كمان. استغفر الله. التليفون هيقع. فلو في حاجه يا جماعه ناقصه فكروني وعرفوني بيها، علشان ايه انا اول مره مصطفى مدرسه، اول مره ما عنديش عيال راحت المدرسه قبل كده. فبس استنونا بقى فيديو جديد ان شاء الله بكره او بعد بكره. و عايز ياخد معاه تليفون المدرسه، يقول لي هاتي لي ايه بس عندي فري واخد التليفون كمان. اديني هاند فري يا ماما عشان اشغل اغاني في التليفون وانا رايح المدرسه. قلت له انت رايح الملاهي يا حبيبي، ده انت ما تعرفش انت داخل على ايه. ما يعرفش هو رايح لايه. ده اصل ده تليفون وهو 10 عمري يعني، وهو عنده 1.5 سنة وده تليفون، ففاكر ان هو هيبقى معاه في كل حته. بس كده خلص الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا في فيديو جديد. لايكات يا جماعه، اللي ما عملش لايك يعمل لايك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.